القضيه ديال اليوم غنبداوها من واحد الغابه ديال بلوط، غابه اللي معروفه وكتواجد بين مدينه سلا ومدينه قنيطره. غنمشيو بالضبط لعام 2011. واحد النهار كانوا الصيادة خارجين بحال العادة ديالهم كيصيدوا في ديك الغابة. بطبيعة الحال الصيادة مرخصين، كل واحد فيهم ها السلاح ديالو باش كيصيد، ومخرجين معاهم بزاف ديال الكلاب. وانتم عارفين الصيادة كيحتاج الماتريال ديالهم، كيحتاجوا الحوايج اللي كيلبسوا اللي خاصة بالصيد. المهم بلا ما ندخلوا في التفاصيل، الناس المبليين راهم عارفين شنو كانوا دوك الكلاب كيقلبوا على الفريسة، كيدوروا في ديك الغابة باش ينوضوا الرناب، ينوضوا الحجال واي حاجة اللي كيصيدوها الصيادة. حتى لواحد اللحظة بداو كينبحوا وكيجريو مباشرة لواحد الحفرة كان داير بها الربيع من الجناب ما كتبانش. الصيادة غير مولفين كيشوفوا الكلاب ديالهم مجموعين في شي بلاصة، كيعرفوا بلي لقاو شي حاجة تما. هنا في هاد اللحظة كامل غادي يتبعوهم. ملي تبعوهم وصلوا تما لقاو فاجعة. الكلاب كانوا كيعضوا كيناشوا في واحد الجثة ديال بنادم. الصيادة جاو على دوك الكلاب وبان ليهم بلي ديك الجثة راه ديال الراجل. والصدمة ماشي هنا، الصدمة هي ملي يلاحظوا أن هذا الراجل فمو كامل مخيط بالخيط، عينيه حتى هما مسدودين ومخيطين. السيد عاود مكتف من يديه. هاد الصيادة بقاو تما حدا الجثة اللي لقاوها الكلاب، بقاو مصدومين من هذا المنظر. هزو تليفوناتهم بداو كيتصلوا بالدرك الملكي، حيت المنطقة اللي فيها ديك الغابة تبع النفوذ ديال الجدرمية. وفعلا دازت واحد المدة قصيرة الجدرمية خلطوا عليها، وصلوا لمسرح الجريمة، بداو في التحريات ديالهم، خداو البصمات ديال الضحية، خداو مجموعة من الصور الاحترازية وداوها لمستودع الأموات، خاصهم يديوه باش يداروا تشريح طبي. هنا الدرك ما لقاو الصعوبة نهائيا أنهم يتعرفوا على الهوية ديال الجثة، حيت البصمات واضحين ومسجلين عندهم من قبل. من خلال بطاقة التعريف، هذا السيد سميتو محسن، هاد الضحية هاد القتيل. محسن العمر ديالو تقريبا ما بين 30 و 32 سنة، المهنة ديالو الشيفور ديال الطاكسي. بما أن محسن ساكن وسط المدينة سومبرفيل، يعني دابا غادي يدخلوا البوليس القضية وغينسقوا معهم الجدرمية باش يمشيو للعنوان ديال محسن. بالفعل مشاو للبوليس للبلاصة في ساكن محسن، بقاو كيدقوا في الباب ولكن ما خرج عندهم حتى شي واحد. ولكن اللي بداو يسولوا الجيران، الجيران اش كيقولوا بلي محسن راه ما كاين حد معاه، ساكن غير بوحديتو في ديك الدار. محسن كان مزوج وعنده بنيه، ولكن من بعد ما طلق مراتو ولا عايش غير بوحديتو في ديك الدار. المراه هزت بنتها وزادت بحالها. هنا الجيران بداو كيعطيو جميع المعلومات على محسن، ووضحوا للدرك الملكي بلي الطريقه ديالو راه تزوجت مباشره من بعد طلاقهم. ولكن العلاقه اللي كتربط الجيران ديال محسن به راه ما كانش شي علاقه اللي مزيانه. السيد على حسب ما كيقولوا هما كان شويه عصبي، لسانو ما كيعرفش يهضر، دغيا كيتقلق، دغيا كيغوت، دغيا كيعيط. المهم علاقته مع الجيران خايبه. ولكن هاد الخلافات ما كنظنش غادي تأدي بهم وتوصلهم لدرجه ان شي واحد من الجيران يقتلو، ينتقم منه غير على هادشي. ينتقم منه، يخيط له فمو، يربط له يديه، يخيط له عينيه ويرميه في حفره في الغابه. المهم الدرك الملكي ما لقاوش شي راس ديال الخيط، خاصهم راس الخيط اللي بداو منه البحث في هاد القضيه. السيد كان مقتول بطريقه غريبه، طريقه استثنائيه، فمو مخيط، وما ظنوا على شي واحد خطفو وسد ليه فمو بديك الطريقه باش ما يعوجش، باش ما يستنجدش. ولكن كاين بزاف ديال الطرق باش يسدوا له فمو من غير ديك الطريقه ديال الخياطه. المهم بقاو كيتسناو تقرير الطبيب الشرعي، خاصو يخرج باش يعطيهم سبب الوفاه. حيت محسن فاش لقاوه ما لقاو فيه حتى شي ضربه في الجسم ديالو كامل. وزيد على هادشي السيد ما كاينش اثار ديال اليدين في عنقو، يعني السيد ما ماتش مخنوق. المهم من بعد ما تسناو واحد المده خرج تقرير ديال الطبيب الشرعي. التقرير اش كيقول بلي السيد الوفاه ديالو في شي شكل ماشي طبيعيه. السبب ديال الوفاه استثنائي، السيد ميت بالبنج. ملي داروا له التحاليل ديال الدم ديالو لقاو بلي الجسم ديالو كامل عامر بالبنج، بحال يدير شي عمليه. وهذا البنج هو نفسه اللي كيستعملوه المرضى في العمليات، كيبغيو يدخلوا يديروا ديك شي اوبيراسيون ولا شي حاجه بحال هكا. والغريب في الامر هو ان هذا البنج ماشي اي واحد يقدر يحصل عليه، ما يمشيش يشري في الفارماسيان، ما يحصل عليه غير شي واحد خدام في المجال الطبي، يعني اما طبيب اما اختصاصي في التخدير، عاد باش يمكن له ياخذ هذا البنج او يستعمله. البنج في الجسم ديال محسن كان بواحد النسبه كبيره وكثيره بزاف.
والحاجه اللي ما تفهمتش ليهم شنو هي العلاقه اللي غادي تكون كتربط الشيفور ديال الطاكسي بالطبيب ديال التخدير. شنو اللي غادي يخليه يعني هاد الطبيب التخدير يوصل لهاد المرحله باش يصفيها شيفور الطاكسي بهاد الطريقه. المهم القضيه ديال اليوم معقده بزاف. القضيه اليوم غنبداوها مع واحد البنت اللي سميتها هناء في عمرها 18 عام. من بعد الدراسه ديالها، من بعد ما حبست قرايتها، غادي تبقى جالسه غير في الدار، عاد تحس بلي كلشي تسد قدامها، ما كتخرج، ما كتدرج، ما كتخدم، ما كتقرا. وهادشي اللي غيخليها تبدا تفكر في الزواج، تفكر تستقر ودير دارها. بالفعل دازت واحد المده، جات عندها الام ديالها وقالت لها بلي شي ولد من العائله راه شافها في واحد العرس وعجباتو. وملي بدا يسول عليها الناس اللي كانوا في داك العرس، عرفها شكون هي وتواصل مع العائله. المهم العائله تواصلوا مع بعضياتهم وطلبوا منهم، علموهم بانهم غادي يجيو يخطبوه هنا هاد الولد ما عمرها شافته وما كتعرفوش. حاجه وحده اللي كتعرف عليه اللي سمعها هو انه من العائله، كما كنقولوا ريحه الشحمه في الشاقو. انا عندها جوج ديال الخواتات مزوجين، وحتى هما تزوجوا بنفس الطريقه، يعني تزوجوا زواج تقليدي، ما كانوش كيتعرفوا مع بعضياتهم وما كانوش على علاقه مع بعضياتهم. يعني مثلا يا اما الام ديال العريس كتشوفها في الحمام كتعجبها وكتبغي تخطبها لولدها، او مثلا كتشوفها في شي عرس كتلاحظ ان البنت مثبته بعقلها جالسه حدا الام ديالها وكتبغي تزوجها لولدها. يعني العرسان بجوج سواء العروسه او العريس ما كيكونوش كيعرفوا بعضياتهم معرفه سابقه حتى كيلقاو راسهم تزوجوا، ومن بعد انت وزهرك يا اما كينجح الزواج ولا كيفشل. المهم انا شافت باللي يعني خواتاتها نجحت لهم هاد الطريقه ديال الزواج التقليدي، راهم داروا دارهم وعايشين مرتاحين مع رجالاتهم، ولكن راه ماشي كلشي بحال بحال. انا مازال ما شافت هاد السيد هذا وما عارفه لا فاش خدام لا كي داير. المهم بقات كتسالها مع راسها، ياك ما يصدق فيه شي حاجه، ما خدامش ولا ما يعجبنيش، ولكن عطاتهم موافقه مبدئيه الاولى ديالها وقالت لهم بان باغا تزوج، ولكن بشرط الا عجب هذا السيد وجا في كانتها. فعلا من بعد واحد المده قصيره جا هذا العريس هو الام ديالو، جاو زعما على اساس باش يتفقوا على الزواج. المهم جاو تقدموا رسمي وطلبوا يد هناء للزواج. جات هناء وجلست معاهم، جلسوا زعما باش يتعارفوا كل واحد يشوف الاخر. بالنسبه لي هو البنت شافها ديجا وعجباتو، ولكن هناء ما كانش هذا هو الراجل اللي كانت كتحلم به. يعني ما كانش هو فارس الاحلام ديالها اللي كان عندها في عقلها في المخيله ديالها. السيده كانت راسمه شخص اخر في دماغها، ولكن صدمت ملي شافته، ملي لقاتو يعني ما كيشبهش داك الشيء اللي باغا هي، ولكن ما قدرتش تهضر، ما قدرتش تقول لان فعلا عطات الكلمه. استقبلوهم في دارهم. المهم بالنسبه لعائلتها راه كيقولوا ان الراجل ما كيتعبش، الراجل كيبغي غير يجيبو. هي حتى واحد ما فهمها شنو باغيه، كيجيب لهم الله باللي غير كتخربق وصافي، وداك الشيء اللي باغا غير في الاحلام وصافي، ما يجيش حتى لعندها. وإلا بقات كتسين هاد فارس الاحلام يعني اللي راسمه في مخها، يعني داك فارس الاحلام اللي غيجي فوق عود بياض وغيجي وغيخطفها، راه تبقى تما وصافي، تبقى حدا والديها، يعني غادي يفوت هاد التران. المهم هنا كانت باغا شي واحد اللي يبغيها وتبغيه ويكون عاجبها ترتاح ليه، ولكن الام ديالها قالت لها بنتي الحب راه كيجي من مور الزواج. قالت ربما تكون امي عندها الحق. المهم اتفقوا الخطوبه واتفقوا عاود على الزواج. من بعد واحد المده هناء فعلا دارت العرس بهذا السيد اللي سميتو محسن، ومشات سكنت معاه في مدينه بعيده على والديها واحد شويه. بدات حياتها الزوجيه مع راجلها. البنت كانت باقا صغيره، باقا يلا عندها 18 عام، كانت باغا اللي يحن عليها اللي يواسيها، وبقات كتسنى من راجلها يعطيها داك الحنان، يعني كتسنى تولي تبغيه، ولكن وقتها هو كيدوز. هناء ما حستش بهذا الشيء معاه، بقاو هكاك حتى قرر يسالي العام الاول من زواجهم. الحياه ديالها كانت عاديه والروتين كيقتل، اللي كديرو الصباح كديرو العشيه، كتنوض الصباح طيب الماكله لراجلها اللي غادي يدي معاه، وكطيب له حتى الفطور، حيت في الوقيته ديال الغدا ما كانش هو كيرجع للدار حتى كيجي بالليل. المهم كيبقى خدام في الطاكسي النهار كامل حتى الليل، وملي كيرجع الفلوس اللي كيصورها كيهزها يديها يسهر بها مع صحابو. وهاد القضيه ديال السكره وديال النشاط ديال الصيد ما عرفتهاش في العام الاول ديال الزواج. موراها عاد لاحظت ان شي حاجه بدات كتبدل فيه. السيد ولي يجي سكران، الريحه كتعطعط منه، وزياده على هادشي كامل هو في الاول ما كانش كيهز يديه عليها، كان كيغوت عليها كيتعصب
ولكن من بعد ما طالت العشره والعلاقه بيناتهم شويه بشويه يبدا يتصارع، يبدا يضربها، يبدا يتكرفس عليها. في الصباح فاش كيفيق من القلبه من دوخه السكره كينسى كاع داكشي اللي دار فيها. السيده ولات كتاكل العصا بدون اي سبب، السيد غير معصب كيفش فيها الغداء ديالو، كيجي كيبرد فيها الغداء ديال الخدمه كامله والستريس ديالها. ملي القضيه وصلت للدار بزاف تكرفيس، هنا عتهز حويجاتها وعتمشي عند عائلتها. ولكن حيت عائلتها ما فحالهمش ما كانوش كيبغيوها تطول عندهم، كيبغيوها تبقى غضبانه عندهم في الدار، كيبقاو يحاولوا مساكن يصلحوا بينها وبين راجلها، واخا عارفين ان بنتهم كتاكل العصا كل نهار، عارفين ان راجلها كيسلخها كيهينها، كيبقاو يقولوا لها خاصك تصبري، كاع الرجال هكا، وخاصك تولدي له الدراري، ما يمكنش تديه الا بدراري، ومن بعد هو غادي يرطب ويتقاد. محسن ملي كتمشي تهضر هي عند والديها كان كيمشي عندهم وكيرغبهم باش يردها، هما في عوض ما يتقلقوا منه بالعكس كيفرحوا به ويرحبوا به ويبقاو يردوا اللومه في هنا. انا السيد زاد فيه، زاد طغى، عرف بلي واخا يضربها ما كاينش اللي غادي يوقف ليه في الطريق، عرف بانها ما عندها فين تمشي، ما عندها جناح، غادي تبقى عنده تما واخا يتعدى عليها كيما بغا. السيد حس باللي ما عندها قيمه اصلا. هادشي كيشوف بان والديها ما كياخذولهاش حقها، ديما كيجيو غير في صفو هو، يعني حتى لو طلقات ما كاينش اللي غادي يقبل عليها. هي بدات كتفكر انها تولد مع محسن باش دير بالنصيحه ديال امها، زعما تكتفوا بالولاد، يعني الراجل كيتشد غير بالوليدات، وربما قالت هذه الطريقه تجيب شي نتيجه. المهم من بعد ما داز واحد العام ونص، يعني داز عام ونص على الزواج تقريبا، هضرت مع محسن في الموضوع ولقات انه حتى هو باغي الولاد، عطاها الفلوس وطلب منها تمشي لعند شي طبيبه يعني تبقى متبعه معاها باش تعرف شنو المشكل اللي عندها. فعلا هنا مشات لواحد العياده واستقبلها واحد الفرملي تما، موراها دخلت عند الطبيبه، وهنا غادي تصدم ملي غادي تعرف، يعني تقول لها الطبيبه انك راك انت ديجا حامله، يعني السيده كانت حامله وما عرفاش راسها. انا فرحت بزاف، خرجت كتضحك فرحانه، والفرملي اللي كان تما اللي استقبلها حتى هو بارك ليها وخذ من عندها المعلومات ديالها كامله، خذ من عندها المعلومات وعطاها واحد الموعد الحصه الثانيه اللي غتجي عند الطبيبه اللي غتبقى متبعه معها حتى تولد. ملي رجعت انا للدار فاجئت راجلها بهذا الخبر، وحتى هو فرح بزاف. هي ملي حملت قالت غالبا غادي يتبدل ملي عرفني حامله، غالبا ما يبقاش يحط يديه عليا، ولكن السيد ما تبدل ما والو، واخا كان عارفها حامله كيجي سكران ما كيعقلش عليها، الصديق ديال راسو. دازت واحد المده اوصل الموعد الثاني ديالها مع الطبيب، مشات انا للعياده وبحال العاده استقبلها عاود داك الفرملي، شاف فيها في عينيها اللي كانوا باينين زورق، باينين مضروبين، غير شافها عرف بلي شي واحد تد عليها، شي واحد ضربها، و100% ما غادي يكون غير راجلها، حيت السيده حامله، ما يمكنش شي واحد من الزنقه يكون ضربها من غير راجلها. ملي سولها كذبت عليه، قالت له راك كنتمشى وزلقت وطحت في الدروج وصافي. المهم هو مبغاش يحكر عليها ومبغاش يدخل معها بزاف في التفاصيل ديال حياتها، دخلها عند الطبيبه وحتى هي غير شافتها عرفت بلي غادي يكون 100% راجلها هو اللي تعدى عليها. ديك الساعه بدات كتسولها الطبيبه وقالت لها من امتى وانت كتعرضي للعنف، مفوكاش وراجلك كيضربك. انا بدات كتبكي وبدات كتعاود للطبيبه كلشي. الطبيبه نصحتها باش تتصل بالبوليس حيت راه غاده في واحد الطريق اللي ماشي صحيحه، راجلها يولف في الضرب، يقدر شي نهار تموت له في يدو، وهذا الشيء غادي ياثر حتى على الجنين اللي في كرشها. يعني قالت لها الا ما كنتوش مفاهمين انا ما نفهمش معاك هاد السيد طالقوا. ولكن هنا كان عندها راي اخر، هي دابا مابقاش ديال راسها، والديها ما غاديش يهزوها هي والولد او البنت اللي في كرشها، يعني حتى واحد ما غادي يقبل عليها او يصرف عليها. المهم مسكينه بقات معافره وكتساين ان هاد السيد هاد راجلها يتبدل، ربما كتقول منين تزاد ولده ولا بنته يولي حنين فيا. المهم داكشي اللي كانت متوقعه راه ما وقعش، السيد عاد ما زاد فيه. المهم من بعد ما وصل الشهر اللي غادا تولد فيه مشات للطبيبه وهي بنفس الحاله، وداك الفرملي اللي سميتو كمال غير كيشوفها كتبقى فيه عينيه كيدمعوا عليها، كيشوف ان هاد البنت ما تستاهلش داكشي اللي كيوقع ليها. البنت مسكينه باقا صغيره في ديك الوقيته يلاه عندها 20 عام. المهم كان كيبغي يهضر معاها وتعاود ليه وتفتح ليه قلبها. واحد النهار بقى كيتسناها حتى خرج من عند الطبيبه، وقفها وبغى يهضر معاها، قال لها واش تقبلي انني نعاونك في شي حاجه، حيت هاد الحاله اللي انت فيها راه ماشي هي هذيك، راه كنشوفك كتبقاي فيا بزاف
وكيبقى فيه هاد الولد ولا هاد البنت اللي غادا تولدي لي في كرشك، انت ماشي ديال التكرفيس. شافت فيه هناء وابتسمت وما جاوباتوش ومشات في حالتها. داز داك الشهر وولدت هناء بنيتها. فرحت بزاف بهاد البنت، وحتى محسن راجلها فرح. المهم كان عندها هذا هو الامل الوحيد اللي بقى لها باش تعرف واش محسن غادي يتبدل ولا لا. ولكن مع الاسف دازت ايام وايام مور الولاده ديالها، عاود رجع كيضربها اكثر من الاول. من قبل الطبيبه ديال هناء كانت عاطيه واحد الموعد مور الولاده باش ترجع لعندها، ولكن هناء هملت راسها ميكات ما تسوقاتش داك الموعد اللي كانت تمشي وتعرف فيه صحتها واش مزيانه ولا لا، واش كلشي عندها هو هذاك. انا عيط لها كمال الفرملي باش يشوف علاش ما جاش الموعد اللي عندنا مع الطبيبه. السيد كانت عزيز عليه بزاف هنا، كتهمو صحتها وكتبقى فيه. وهذا التعامل ما كانش كيديروا مع كاع الكليان ديال الطبيبه، لا كاع الناس اللي كيجيو للعياده، لا هي كانت عنده معزه خاصه ليها، ماشي كلشي يفكروا بالموعد. انا غير سمعت الصوت ديالو في التليفون عرفاتو بلي هو كمال. كمال كان كيهضر معاها بواحد الطريقه حنينه مزيانه، على عكس راجلها ديما كيغوت عليها، حتى من الجيران ديما معايب معاهم. المهم كمال قال لها بلي الموعد ديالك راه اليوم وما جيتيش، ياك لاباس؟ قالت له هناء بلي دابا راه لاباس وصحتها مزيانه وغير عكزت وصافي، يعني دابا راه ولدت ما كاين لاش زعما تزيد تخسر الفلوس على والو. المهم شرحت له شنو كاين وطمأن عليها. المهم من بعد ما قطعت بقات كتفكر غير فيه، حست بواحد الاحساس اللي ما عمرها حسته مع شي حد اخر، حتى مع راجلها ما حساتوش. المهم دازت 4 شهور على الولاده ديالها، بنتها ولا عندها 4 شهور. محسن مازال كيف ما هو، ولكن هاد المره هادي غادي تكون مغاير على كاع الايام. محسن غادي يدخل من الخدمه مقلق معصب كاعي باغي غير معامل. هي بقات غير كتصنت ليه وكدير داكشي اللي كيطلب منها، ما كانش كترد عليه بحتى شي كلمه، حيت عارفه غير عتهضر معاه غادي ينوض ليها، غادي يتكفص عليها. هو ما حبش غير هنا، ناض اللي عندها وبحال ديما بقى كيضربها، بحال هي السبب في داكشي اللي وقع له برا في الخدمه. المهم ضربها بزاف، تكرفس عليها حتى تدخلوا الجيران وفكوها منه. هما مولفين كيسمعوا صداعهم، ولكن ما عمرهم دخلوا بيناتهم. ولكن هاد المره كانت القضيه صعيبه شويه، المره بحال كانت كتموت كتستنجد. المهم الجيران اتصلوا بالبوليس حيت ما قدوش يشوفوا هناء في ديك الحاله. كل نهار العصا تكرفس. البوليس غادي يوصلوا، عتبان لهم السيده واكلاها ديال بصح، طحنها في صحتها. اتصلوا بالاسعاف، جات وداتها للسبيطار. محسن في ديك اللحظه اعتقلوه وداوه معهم الكوميساريه. بحال هاد الحالات البوليس كيحاولوا يشوفوا واش ممكن الصلح بين الطرفين، يعني المراه تنازل راجلها وترجع المياه لمجاريها. ولكن الحاله اللي كانت فيها انا حاله كارثيه، يعني السيده وصلت للسبيطار بسبب الضرب ديال الرجل، بسبب العنف. المهم لقاو عندها بزاف ديال الضرابي ويديها تهرست. والديها في هذه اللحظه جاو وداو البنت معاهم لدارهم. محسن بقى عند البوليس بيد ما شافوا الامور في غادا توصل. انا مسكينه بقات سيمانه وهي في السبيطار، وفي هذا الوقت اتصل بها كمال الفرملي باش يسولها علاش ما جاتش عاود الموعد ديالها. هنا غادا تعاود له ظروفها كامله، الظروف اللي كانت عايشها مع راجلها، الظروف اللي داز منها. كمال قال لها باللي راه انا نصحتك شحال من مره ديري حل راسك، ولكن راسك قاصح، يعني كون كنتي تسافيني كاع ما توصلي لهاد الحاله. الغد اللي كانت جالسه حتى دخل عليها كمال، دخل عليها السبيطار، جاي يشوفها كي بقات، جلس وبدا كيسول فيها. هي كتعاود له داكشي كامل اللي دار ليها راجلها. كمال هنا غادي ينصحها باش ما تنازلوش، ما ديرش التنازل، وتستغل هذه الفرصه بصريحه باش تفك منه وتطلق. قال لها راه تعدى عليك، والمساله لا قدمتها للمحكمه راه غادي يدخل للحبس، الا تنازلتي له لا دخل للحبس راه تقدري تطلقي منه وهو تما، يعني تفكي من هذا الشيء كامل. ولكن انا غادا تقول له باللي راه هي باغا تصبر على ولديت بنتها، ودابا عائلتها ما غاديش يسمحوا لها تبقى عندهم هي وبنتها، دابا راه متقله. ولكن كمال وضح ليها باللي كل شيء يكون مزيان، قال لها انا غادي نكون في كتافك، ديري داكشي اللي كنطلب منك والامور غادا تمشي مزيان، غير سعفيني. المهم من بعد ما مشى كمال بحالته، هي عاودت اتصلت به من بعد ما فكرت مزيان في داكشي اللي قال لها، يعني بخصوص الطلاق ديالها والتنازل. السيده كانت مستغربه من الاهتمام ديالو الكبير بالموضوع ديالها. قال لها كمال بلي رانا كنبغيك، واخا انت دابا مرت الراجل، واخا مازال ما طلقتي، ولكن ما نقدرش نتخلى عليك.
انا كنتي كتعجبيني من نهار جيتي عندنا للعياده، وكنت عارف بلي راجلك ما يستاهلكش، وهذا الشيء لاحظته من خلال الضرب اللي ديما كيضربك، ديما كيزرقك وجهك. المهم كمال ديك الساعه طلب منها الزواج، ووعدها بانها غير تطلق من راجلها هو غادي يتزوج بها مباشره، هو اللي غادي يهتم ببنتها. انا كانت كتسمع على الهضره وهي ما متيقاش. شنو اللي غادي يخلي واحد عمره ما تزوج يتزوج بها هي اللي مزوجه وعندها بنت وعاد تولي مطلقه؟ وهي ما كانش عارفه ان ذاك انعدام الثقه في النفس اللي عندها هو اصلا اللي وصلها لهاد الحاله اللي هي فيها. هي بحال ديما كانت حاقره راسها، ديما كتقول واش هذا كيديها فيا، واش هذا كذا، واش هذا كذا. ولكن كمال الفمري كان معجب بها بزاف، كان كيشوفها بنت زوينه وبقى صغيره وما يستاهلهاش راجلها. محسن كان مازال عند البوليس وكيتسنى يخرج من تما، ما كانش متوقع انها ما تنازلوش. عند بالو هو هنا مرا اللي نيه والضرب هو الفاتو وغادا تسمح له بحال ديما. ولكن داكشي اللي توقع ماشي هو اللي غادي يوقع. السيد غادي يتصدم بلي هنا قدمت شكايه ضده وعطات الشواهد الطبيه. تقدم محسن للمحكمه وتحكم عليه بعام ونص ديال الحبس، حيت الشهاده الطبيه كتبين ان هذا السيد تكرفس على مراتو مزيان، تقريبا عطاو اكثر من 60 يوم. السيد كان ديما كيضربها. المهم من بعد واحد المده اللي دوزها في الحبس، الام ديال محسن توفات، وهي الوحيده اللي كانت كتجي تزورو في الحبس. السيد من بعد ما بقى حتى شي واحد اللي كيجي عنده يزورو، وكان كيتوقع بلي هنا غادي تنادم مع الحال، عاد تبقى غير بوحديتها هي وبنتها، يعني ما كاينش اللي يقبل ليهم، يعني دارهم غيقضوا بها، وغادا تبقى تجي تزورو وتطلب منه السماح. حتى كيتصدم واحد النهار من واحد البريه جاتو حتى للحبس فيها ان انا قدمت طلب ديال الطلاق. السيد بطبيعه الحال ما وافقش، ولكن المحكمه بالسيف طلقتها منه للضرر، انه كان كيتصرف عليها. السيد راه في الحبس، انا كانت ديما كتهضر مع كمال واتفقوا باش يتزوجوا من مور الطلاق ديالها. ملي داز شي ايامات جا كمال خطبها من والديها، حتى واحد ما تيق انه غادي يتزوج بها بهذه الصوره، يعني في هذه الحاله اللي هي فيها. دوز العده ديالها، داروا الخطوبه وداروا العرس، وجات هنا هي وبنتها عاشت مع راجلها في دارو، وكان كيتعامل معاهم احسن معامله اللي ما عمرها شافتها من الطريق ديالها. السيد كان كيحسب بنتها بحال بنته ولا اكثر. المهم كيتهلا فيهم بجوجات، يعني كيتعامل معاهم بواحد الطريقه اللي في شي شكل. داز داك العام ونص ديال الحبس ديال راجلها السابق، الطليق ديالها. ملي خرج من الحبس اول حاجه دارها هي مشى كيقلب على هنا عند والديها على عكس المرات اللي فاتوا ويجراو عليه السبان والمعيون. المهم مشى لدارو، فتح الباب الدار، بدا يسول الجيران على هنا، واش انا مابقاش كتجي للدار. واحد من الجيران قال له بانه شافها في واحد الحومه كتعمر فيها بزاف، قال له يمكن ولات ساكنه في الحومه الفلانيه. السيد بلا عكز عليه مشى لذاك الحي وبدا كيسول عليها، حتى نعتو له الاقامه اللي ساكنه فيها هنا. السيد كان كيظن انه غادي يلقاها مكافصه وساكنه شي بيت مع الجيران وما عندهاش مصروف، ولكن لقاها ساكنه في واحد البلاصه زوينه، بلاصه غاليه. ملي وصل لديك الاقامه سول الكونسيرج وقال له كنسول على واحد البنت سميتها هنا، وهو باقي واقف مع الكونسيرج حتى كتبان له ها هي هنا جايه. السيده مبدله كليا، تبدلت عليه 180 درجه. يعني السيده هي شافها مشى كيجري عندها، بغا يضربها كيسب فيها، حتى شدوه الناس اللي تما. هو كيغوت كيقول لهم بعدوا مني، هادي راه مرتي باغي نقتلها. هذوك الناس كاملين ما عارفين والو على الماضي ديال هنا، ولكن اللي عارفينه هو انها حاليا مزوجه وحامله من راجلها، وعارفين حتى راجلها كمان. المهم بقات هنا كتغوت وكتقول له انا راه مزوجه، انا راه مرت الراجل، بعد مني، لما بعدتيش مني غادي نعيط لك للبوليس. انا ملي شافته يلاه خارج من الحبس كانت كتقى شره، كتقول السيد هو ملي عرفني مزوجه وحامله غادي يفهم راسو، غادي يعطيني اتساع، وملي يبغي يشوف بنته غادي نعطيها له مره يشوفها. ولكن من بعد واحد اليومين جا عاود بداك الطاكسي ديالو، وقف تحت الاقامه سكران محياح كيغوت كيخص الهضره. كاع الناس ديال الاقامه برزتهم، كلشي كيطلب من الشارج من البالكويات. السيد كيسب فيها وكيعاير. المهم شوهها مع الجيران. الراجل هذاك النهار كان خدام. المهم انا مبغاش دير راسها فيه، عارفه ما يقدرش يدخل لديك الاقامه، الكونسيرج غادي يمنعو، غادي يحبسو في الباب. المهم من بعد ما داتهاش فيه حتى مل وعيا مشى ركب في الطاكسي ديالو ومشى في حالته. ملي رجع كمال عاودت له اشنو دار، وبقات كتقول له دابا يتبدل، راه يبقى حتى هي وغادي يحيدنا من بالو.
ولكن محسن بقى كل ليله كيجي يغوت عليها. مشى كمال ديكلارا بها عند البوليس، شدوه 24 ساعه ومن بعد طلقوه. عاود كيرجع يحيى عليهم تما. كمال ما قدرش يبدل السكنه ديالو حيت هو اصلا شاري ديك البارتمان، ولا بغى يبيعها ويبدا هادشي ياخذ الوقت بزاف. المهم دازت واحد الايام، جات واحد البرا للدار بلي محسن رضع مراتو انا على ود الحضانه ديال بنته، وهادشي دارو غير زكاير وصافي. اما البنت ما كانش مسوق ليها كاع، هو قال مع راسو غادي نضغط عليها بهاد المساله ديال البنت، وهي ما غاداش تقدر تسمح في بنتها وغادا تطلق من راجلها كمان. المهم هو غرضه هو انه يدمر هناء وهاد الزواج اللي دارت. مشات هناء هي وكما راجلها عند المحامي، سولوه واش ممكن زعما الطريق ديالها يديها البنت. المحامي قال لهم فعلا يقدر يديها حيت هناء تزوجت. المهم غادي يربح هاد القضيه وغادي ياخذ البنت لان السيده راه تزوجت، من حقه هو الحضانه. وإلا دا البنت راه تبقى تشوفها غير مره واحده في السيمانه. انا ما كانش قادره انها تتخلى على بنتها نهائيا، وحتى كمان ولف بها ولا كيحسبها بنته. كمان بقى كيفكر كيفاش يدير يتفك من هاد مسخوط الوالدين ديال محسن. سي ولا ديما كيجي حدا الدار، كيبقى واقف في الطاكسي كيستفزهم، عاص عليهم تما، اللي داز كيعايرو كيخص الهضره. كمال ولا خايف على هناء حيت حامله، خايف حتى على بنتها. انا فكر مزيان وكيقول شنو ندير ليه، ولكن هاد التفكير ديالو بالتخطيط خلى غير بينو وبين راسو، ما قالوش لهناء مراتو. واحد النهار في العشيه بقى حاضي من الشرجم حتى شاف واحد الطاكسي ديالو في واحد القنيته تما. غير شافو هز واحد الصاك وعلم هناء باللي هو غادي يمشي. قالت له فين غادي؟ قال لها نمشي حيت عيطوا لي على شي خدمه. قال لها عيش شي ساعه بحال هكاك وغادي يرجع. مشى كمان لعندو، سير في الطاكسي جالس، هو طلع اللور غير شافو محسن من المرايه قال له انا ما خدام هاد الساعه. محسن حيت كان الظلام ما لاحظش باللي هذاك اللي ركب معاه راه كمال، كان كيسحب له غير شي كليان بغا يشد الطاكسي وصافي. اما هو كيعرف كمال مزيان. كمال في هاد اللحظه كانت عنده واحد الباب فيها البنج، دكالو في عنقه. محسن دار شاف فيه ديك الساعه عاد عرف باللي هذاك راه كمال اللي دكلو البلا. دارو بدا كيحاول يتضارب معاه، ولكن في ديك اللحظه محسن بدا كيدوخ، بدا كيطرخى شويه بشويه شويه وهو يغيب. كمال جبد داك الصاك اللي عنده وبدا كيدقلو في الباري ديال البنج وحده مورا وحده حتى كملهم. البنج ملي كيكون بنسبه كبيره كيؤدي للوفاه، بقى سكته قلبيه وكيموت السيد. كمال عطى محسن جرعه كبيره اللي ادات له سكته قلبيه وتوفى. كمال جر محسن الكرسي اللوراني، هبط هو ركب في الكرسي القدامي، ديما طاكسي وداه للغابه. كان مخطط مزيان لهاد الفعله من قبل. ملي وصل الغابه بدا كيتاكد بلي السيد مات، مابقاش كيتنفس. ملي كيتاكد من النبض عرف بان محسن مات. ربطو خيط له فمو وجرو لاحو في واحد الحفره، خلاه تما ورجع بحالاتو. بصح كاع دوك البصمات اللي كان في الطاكسي باش ما يخلي موراه حتى شي اثر. رجع الطاكسي للبلاصه فين كان، فيما كان حطو محسن المره الاولى، وطلع في دارو عادي بحال حتى حاجه ما وقعت. كان كيظن انهم صافي ارتاحوا من محسن اخيرا. داز واحد المده قصيره حتى غادي يلقاو الصياده الجثه ديال محسن. البوليس ملي داروا موضرك التحريات ديالهم عرفوا ان محسن توفى بجرعه كبيره ديال البنج، وهذا اللي قتلو غالبا غادي يكون خدام في المجال ديال الطب. بداو كيقلبوا على العائله ديال محسن، بداو كيسولوا كيديروا التحريات ديالهم على الناس اللي المعارف ديالو اللي قرب ليه. لقاو ان الضحيه عاد خرج من الحبس، مراتو طلقت منه فاش كان في الحبس. ملي طلقات تزوجت مره اخرى. عرفوا بلي هذا الراجل الجديد اللي تزوج بها فاملي وخدم في المجال ديال الطب، وهادشي اللي كانوا خاصهم هما. هنا اصابع الاتهام كامله بدات كتشير الكمال لراجل هذا. جابوا كمال عندهم باش يبداو التحقيق معاه. قالوا له بلي الطليق السابق ديال مراتك راه لقيناه مقتول بالبنج، واش عندك شي علاقه بهاد الجريمه ولا لا؟ كمال كيقول بلي هو ما عنده حتى شي علاقه بهاد الشيء وما قتلوش، ولكن هما عندهم الدليل القاطع باش يشدوه. هو اللي عنده الدافع ديال الجريمه ديال قتل محسن. رجعوا للبلاصه اللي لقاو فيها الجثه، قالوا ربما لقاو شي حاجه اللي تعاوننا في هذه القضيه، وفينا يلقاو الدليل. لقاو واحد البلاستيكه اللي كيكون فيها الخيط اللي كيستعملوه في العمليات. كمال ملي مشى جاب الخيط والبرا باش خيط الفم والعينين، حل ديك البلاستيكه ولا حاتمها وما ردش ليها البال. السيد كان كيقول ما خليت حتى شي حاجه مورايا، ولكن في ديك البلاستيكه حيت شدها بيديه البصمات ديالو بقاو تما. وفعلا ملي داو ديك البلاستيكه داروا لها التحليل في المختبر الجنائي، لقاو فيها البصم، واخا ما كانوش واضحين ولكن عرفوا بانهم بصمات كمال.
قارنوهم مع البصمات ديالو، لقاو انها مطابقه 100%. فهاد لحظه شدوه وواجهوه بالدليل اللي عنده، ما كان خاصهم غير الدليل، دافع الجريمه راه عنده، هما كانوا متاكدين من الاول باللي هو اللي دارها. انا كمال ما كان عنده حتى شي حل اخر من غير انه يعترف ويعاود لهم كلشي. قال لهم بلي محسن كان مصدر ازعاج ليه ولعائلته، قال لهم كنا عايشين هاني حتى ولينا عايشين في رعب، ديما ولا مشوهنا في الاقامه فين ساكنين. قال لهم انا كنت خايف على مراتي وعلى بنتها. وفاش كملها وجملها هو فاش ولا محسن كيطالب بالحضانه ديال بنته، هو كان باغي يمشكل مراته. المهم من كان كيعاير كنت كنتمنى انه نسد له فمو بصحه، وداك الشيء علاش فاش قتلته سديت له فمو بالخيط، يعني درت داك الشيء اللي كنت كنتمناه، خيطت له فمو باش ما يعاودش يسب ويعاير ويطيح الهضره لمراتي. المهم من بعد الاعترافات ديال كمال كامله تعرض للعداله، والمحكمه حكمت عليه ب 30 سنه سجنا نافذه.